مبدئيا كده يا زوز، عايزين نصلي على النبي في اول الفيديو عشان ناخد حسنات، وانا جاي اقول لك شويه خطوات ان شاء الله هتحل مشكلتك في الانجليزي زي ما انا حلتها. في اول الكلام عايز اقول لك ان اغلبنا دخلوا مدارس حكومه سواء عربي او لغات، والاغلب عندهم مشكله في الانجليزي. فانا هخليك ان شاء الله تتعلم انجليزي مش من الصفر، لا كمان من تحت الصفر. للعلم دي الخطوات اللي انا مشيت عليها، ممكن ما تمشيش مع كله. اول حاجه بدات مع قناه ذا امريكان انجلش مع الاستاذ ابراهيم عادل. في المستوى الاول في بلاي ليست اسمها التعلم من الصفر، دي لازم تبدا بيها. مع الكلام ده كنت بحفظ جمل مش كلمات من كتاب 4000 Essential English Words Book 1. بعد ما تخلص المستوى الاول وتخلص الكتاب هتتطور تطور ملحوظ. بعد كده هتدخل على المستوى الثاني من قناه ذا امريكان انجلش، وهتبدا تسمع بودكاست بالانجلش وتقرا كتب. طبعا اي كلمه مش فاهمها تترجمها على طول. وبعد ما تخلص كل ده صدقني هتقدر تعتمد على نفسك، وان شاء الله الخطوات دي تجيب معاك نتيجه. ودوس انت بقى زوز. اتمنى ان الفيديو يكون عجبك، ادعمني بلايك واشتراك في القناه، وسلام.